بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا في الفيديو. دي قناتي، لو أول مرة بتشوفوا القناة عندي أتمنى طبعا نشترك، وأتمنى كمان اتفاعلوا باللايك حبايبي، عشان ان شاء الله باذن الله اول ما انزل فيديو يبدا يوصل لحضراتكم ان احنا نزلنا فيديو. بصوا بقى، فيديو النهارده حابه كده هجاوب على سؤالين مهمين جدا للناس اللي عايزه تعمل بطاريه. احط فيها قد ايه، وايه اللي انا اعمله في البطاريه، كم عدد يعني هياخد من الفراخ عندي. عشان كان جالي سؤال، واحده حبيبتي بتقولي طيب دلوقتي لو مساحة البطارية متر في 50 سنتي هتكفي 10 فرخات؟ طبعا عمرها ما هتكفي. عايزة اقول لكم على حاجة، انا بتكلم برضو عن تجربتي. ليه؟ لاني انا بقالي حوالي زي 4 سنين شغالة في البطارية مع الفراخ البيضة. انا لما جبت البطارية دي قالك هتاخد 50 فرخ والكلام الفاضي ده كله، فيش الكلام ده. ده انا عندي البطارية متر في 60 سنتي، في عرض 60 سنتي. في الصيف لو اخدت زي ما انتوا شايفين، بصوا انا موزعة الفراخ ازاي. لو اخدت كل عين مثلا في الصيف 5 فرخات او 6 فرخات يبقى حلو قوي في كل عين. في الشتاء لو حطيتي 7 فرخات هيبقى كويس، او 8 فرخات. لو هتحطي 8 فرخات يبقى هتشتغلي بالنبل. لو هتحطي 7 فرخات يبقى هتحطي بدل الفرخه دي هتحطي طبعا برام او سقايه يبدا يشرب منه الفراخ البيضه. فاهمين ازاي؟ فمتر في 60 سنتي زي ما قلت لك في فصل الشتاء ده. لو اخد معاكي 7 فرخات لحد ما يكبروا يبقى حلو قوي. طبعا حضاني فيه 20، حضاني فيه 30، مفيش مشكله يعني. حضاني في المتر في 60 سنتي ده زي ما انت عايزه. بس بيجي وقت خلاص انت لازم خلاص الفراخ دي لو ما وزعتهاش هيبدا يظهر عندك ايه، هيبدا عندك سراده، هيبدا عندك فرخ اتظلم عن فرخ عرف ياكل عن فرخ، وهكذا. فانت تعملي ايه؟ انت عامله حسابك لو هتعملي بطاريه دورين زي ما انا عامله كده، ابداي ان انت ايه ظبطي الدنيا وهاتي على القد. انت عرفتي دلوقتي لو هتجيبي ايه الدنيا هتبقى معاكي ايه. طب كان جالي برضو سؤال، واحده حبيبتي بتقولي هو ينفع ان انا احط بطاريه في الاوضه اللي انا محضنه فيها الفراخ البيضه الكبيره؟ يعني هي عندها فراخ بيضه كبيره. بصوا بقى، بس قبل ما اجاوب على السؤال ده، دي خلطه النهارده ايه؟ الحلبه. اشتغلي بالحلبه اللي هي الناعمه دي زي ما انت شايفه. معاها كمان نص معلقه نشا كده علشان برضو نتجنب اي مشكله. طبعا فوائد الحلبه لا تحصى ولا تعد. في فيديوهات كتيره اتكلمت لكم ان الحلبه دي لو تعرفي قيمتها مش هتبطليها. يعني مش هتبطلي ان انت كل اسبوع مثلا من بعد ال 15 يوم تحط لهم معلقه حلبه ان شاء الله مره كل اسبوع كده. تمام؟ حابه تعمليها في الميه كده وتحليها بعسل اسمر، بس ما يكونش فيه سلات وما فيش مشكله. بصي بتسمن معاكي الفراخ، حلوه جدا 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 معاكي. هرجع بقى ارد على السؤال. بصوا، كل فرخه عندك مرحله من الفراخ بيكون ليها درجات حراره معينه. يعني خلاص الفرخ كبر، هتبداي تحطي مثلا فراخ تانية في نفس الاوضه. هتبداي ان انت مثلا هتحطي لمبه حراريه للكتاكيت اللي انت جايباها، يبقى انت كده بتزودي درجات الحراره عندك، يبقى انت كده هتكتمي طبعا المكان، هتبدا تظهر عندك ريحه امونيا ومشاكل وكلام من ده كله. فانت تعملي ايه؟ خلي دايما الفراخ البيضاء ليها اوضه لوحدها، الكتاكيت البيضاء ليها مكان برضو لوحده، عشان انت تبداي ان انت تظبطي كل حاجه. بصي ده اختياري، لو انت حابه تبشري بصله كده تمام. احنا طبعا زي ما قلت لكم في فصل الشتاء خلطاتنا مختلفه عن الصيف. في فصل الشتاء اعتمادنا الكلي على البصل والثوم والليمون. تمام؟ ده كده اساسي معاكي، مره كل اسبوع او مرتين في الاسبوع تعملي الخلطه دي. فانا حبيت ازود القيمه الغذائيه ليهم، وحطيت كده زي معلقه صغيره كده بشر بصل كده زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ادمج الكلام ده. طيب هو انا ينفع اعمل الخلطه دي وتقعد قدامهم مثلا يوم او يومين؟ لا. بصي انت زي ما انت شايفه هتكون عندك الفراخ مجوعاها. تمام؟ تجوعي شويه كده عشان الفرخ يسمن معاكي ويكبر معاكي على طول، وتبداي تحطي الخلطه دي في خلال ساعه ساعتين هتلاقي الخلطه دي خلصت. المهم انا مش عايزاكي الخلطه دي تقعد قدامهم يعني طول النهار كده، فاهمين؟ بصوا برضو انت لو بتربي ارضي او بتربي بطاريه هاتي جير مطفي. الناس اللي هي مثلا بتربي البطاريه في الشقه عندها، انا ما فيش مشكله خالص. زي ما قلت لك في ناس حاطه البطاريه في المطبخ عندها، وفي ناس حاطه البطاريه في البلكونه عندها. هاتي الجير المطفي ده اللي انا بوريه لكم، ده بودره بلاط بيبقى شوفوا شكله عامل ازاي، واللي جنبه ده كده الجير المطفي اهو. تمام؟ اتاكدي ان هو يكون جير مطفي، ما تجيبيش جير مطفي الحي ده مشكله، انت بتجيبي جير مطفي بس. تمام؟ اهو.
كمان الشكاره بتبقى مكتوب عليها هاتي شكاره، الشكاره دي هتكفيكي سنه. بصوا بقى انا بعمل ايه، انا بجيب الدرج كده زي ما انتم شايفين اهوت كده كده. بص تحسي ان ايه، ان انا بعقم المكان، برش كده رشه بسيطه على الادراج، كل فتره كده برش ايه رشه كده على الادراج. اولا بتمتص معاكي اي بلل في الفرشه، ما بيطلعش طبعا على عين الفراخ اي مشكله كلام من ده اهو. وترشي كده بقى جنب الحيطه وتحت البطاريه وفي كل حته الجير ده. الجير ده حلو جدا جدا معاكي، استخدميه. والناس اللي بتربي ارضي هعمل لكم فيديو ازاي تعملي الطبقه العازله، كنت عاملاها انا في فيديوهات قبل كده، بس انا برضو هوريكم ان شاء الله باذن الله انا بعمل الطبقه العازله ازاي. طيب هرجع تاني هتكلم على البطاريه. الناس اللي حابه تعمل بطاريه اعمليها دورين. اعمل خشب ولا اجيبها جاهزه؟ انا بالنسبه لي ما حبيتش الجاهزه قد ما حبيت الخشب. الخشب انا عاملاها ارتفاع اعلى وكبيره، انما دي ارتفاعها صغير زي ما انتم شايفين. انا خلاص الفراخ كبرت، طبعا لو حطيت لمبه في كل عين هتبدا تحرق الايه اللمبه. فانا بعمل ايه، بخلي التدفئه بره الاوضه، بحط التدفئه، بحط بقى لمبه، بحط لمبتين على حسب ما المكان يكون دافي والفراخ عندي كويسه. بالنسبه للنبل انا ما حبيتوش ليه بقى في البطاريه، لاني انا بعمل خلطات في فصل الشتاء كتير عن الصيف. في الصيف ممكن ركبي النبل مفيش مشكله، خلطاتنا بتبقى بسيطه. انما في الشتاء انا بحب مره مثلا ايه فص توم كده انقعه منقوع، التوم ده تحفه تحفه. عشان برضو كانت واحده حبيبتي بتسالني بدا يظهر عندي ايه اسهالات خضراء شويه. بصي الاسهال الاخضر ده ممكن تكون سموم عاليه، ممكن يكون برد، ممكن لا قدر الله يكون فيروس. بتبداي ان انت تحددي تشوفي الوضع عندك ايه. طب اعمل ايه في الحاله دي لو انت حسيت ان الفرخ مثلا مش راضي ياكل والحمام بتاعه اخضر شويه وتاكدتي ان هو مثلا دور برد؟ اعزليه في نفس المكان في الاوضه، وابداي حطي له منقوع التوم ده يبدا يشرب منه، هيفوق معاكي الفرخه على طول ما شاء الله. في خلال يومين هتلاقي الدنيا عندك اتظبطت تمام. فاهم حاجه بس ظبطي كل حاجه. بصوا حبايبي عايزه اقول لكم على حاجه، سعر الفراخ عندكم كام؟ طبعا اسعار الفراخ بدات تنزل، الكيلو الفراخ بدا ينزل. عايزه اقول لك، طيب في ناس هتقول طب ما احنا نشتري فراخ من بره وخلاص. صدقيني والله العظيم التربيه في البيت بتفرق معاكي، الطعم. انت عارفه انت بتاكلي ولادك ايه، انت عارفه ان الفراخ دي ولا اخدت معاكي ولا هرمونات ولا حقن ولا اي مشكله. انت عارفه انت بتاكلي ايه. حاجه كمان، احنا بنيجي بعد خلاص الفراخ مثلا عمر 35 يوم بعمل لهم التقليبه. التقليبه دي عباره عن عيش، عن حته فول، عن شويه دشيشه، عن شويه علف. قلب 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 كله وابداي اكلي فراخك، بتسمن معاكي، بتغير معاكي طعم الفرخ، بتخليه كده حاجه مسكره. بتاكلي فراخ لو عملتي منها الشوربه، طبعا الفراخ البيضاء احنا ما بنعملهاش شوربه، بس الفراخ اللي متربيه في البيت دي انت بتعملي شوربه تحفه، حاجه نظافه. الهدف من التربيه في البيت ان انت تفتحي التلاجة كده تشدي الفريزر تلاقي عندك فراخ، حاجه ساتره بيتك، بتطلع مصاريف. هاتي يا ستي 2 كيلو ب 2 كيلو علف ما يزعلونيش، فاهمه انا اقصد ايه؟ هاتي 5 فرخات بس وربيهم، حضني الخمسه التانيين في كرتونه، يبقى انت هتذبحي دول هتحطي دول وهكذا، والله ما هتحسي باي حاجه. اعملي حصاله كده في الجنب كل يوم ارمي فيها 5 جنيه 10. وبعد ما تحوشي روحي اشتري 5 كتاكيت، روحي اشتري 10 كتاكيت، مش هيزعلوكي في حاجه. اعملي لك بقى بطاريه كده شيك في البلكونه في ركن كده، حاجه نظافه. سيبك خالص بقى من التربيه الارضي دي مش عايزينها. اعملي بطاريه دورين كده زي ما انا زي ما انت شايفه، على حسب برضو الايه المكان عندك في البلكونه. وهاتي لك 10 فرخات لما يكبروا بقى وزعي 5 فوق و5 تحت، وظبطي دنيتك كده هيبقوا زي العسل. اعملي بقى بانيه، اعملي مشوي، اعملي في صواني زي ما انت عايزه، هيطلعوا معاكي مصاريف تمام. فالتربيه البيتي حاجه نظيفه، حاجه انت واثقه ما اخدتش حقن ولا اخدت هرمونات ولا اخدت اي مشكله معاكي. فدايما في كل فيديوهاتي بقول لكم دخلوا الخير في بيوتكم، ربنا يا رب دايما يجعل بيوتكم عمرانه بالخير. لو عجبكم الفيديو حبايبي حطوا لي اللايك، اشوفكم ان شاء الله في فيديو بكره، مع الف سلامه.